وأنتم الشباب، والشباب هم القوة الحقيقية لأمتنا الإسلامية. فعلى أكتاف الشباب تبنى الأمة. تبنى إيه؟ الأمة على مين؟ على أكتاف الشباب. والمسلم الحقيقي هو الذي يحب وطنه. لما؟ لأن محبة الأوطان من صميم دين الإسلام. المسلم الحقيقي هو الذي يكون مع الصف الذي يبني لا يهدم، يعمر لا يخرب، تمام كده؟ يصلح لا يفسد، يتعاون مع غيره على البر والتقوى لا على شيء آخر. هذا هو المسلم. المسلم هو الذي يفيد المجتمع. مسلم يعني أنت إيه؟ أنت تفيد المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. يعني إيه؟ يعني على كل مسلم أن ينفع غيره في هذه الحياة. على كل مسلم صدقة. فقال الراوي: أرأيت إن لم يجد يا رسول الله؟ مش كل واحد معه إيه؟ أموال يتصدق إيه؟ بيها. قال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيديه فينفع نفسه وإيه؟ ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: يعين ذا الحاجة المنهوب. يعين الناس على إيه؟ على الخير مش على الشر. قال: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن إيه؟ عن المنكر. قال: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: يمسك عن الشر. يعني يكفي إيه؟ يكفي الناس شره. فهذا له صدقة. إذن على كل مسلم إيه؟ صدقة. يبقى المسلم لابد أن يكون إيجابيا في هذه الحياة. ليه؟ لأن البني آدم ده أولاد سيرة. الإنسان لما بيموت بيبقى إيه؟ يبقى عمله. يبقى إيه؟ عمله. عملك إن كان خيرا حسب لك، وإن كان شرا حسب عليك. لها ما كسبت وعليها لها ما كسبت من حاجة حسنة، وعليها ما كسبت من السيئات. يبقى أنت تكسب فيها كنت تبع أي خط. إن شاء الله هنتكلم اليوم عن رئيس كان يحكم جمهورية مصر العربية. كان ربنا ابتلاه بحكم هذه البلاد. ليه؟ لأن الحكم أو الوظيفة العامة ما هي إلا بلاء. ما هي ليه؟ بلاء. ليس الحكم تشريفا، وإنما الحكم تكليفا. الحكم يا شباب ليس تشريفا، وإنما الحكم إيه؟ تكليفا. والله من علم أنه سيسأل يوم القيامة ليس عن البشر وحسب، وإنما عن كل من كان في ولايته لتنحى وتركها لغيره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يأتي أعرابي لعمر بن الخطاب ويقول له: اعطي أولادي عطية من مال بيت المسلمين، ولكنه يقولها له شعرا فيقول: يا عمر الخير جزيت الجنة، اعطي بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة. يعني ايه جنة؟ يعني وقاية وحماية. فأنت الحاكم، أنت الخليفة، أنت الرئيس. وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: وإذا لم أفعل فماذا يكون؟ قال الرجل: إذا أبا حفص لأذهبن. أنا همشي. ليه همشي؟ لأنه لا قدرة لي عليك، فأنت الحاكم وأنا إيه؟ وأنا من بعض رعاياك. إذا أبا حفص لأذهبن. فقال عمر: وإذا ذهبت فماذا يكون؟ قال الرجل: واسمع لعجيب ما قال الرجل حتى تعلم أن الحكم تكليف وليس إيه؟ تشريف، وأنه يوم القيامة خزي ومهانة إلا من أدى حق مولانا فيه.
قال الرجل أقسم بالله لتسألن. هتسأل عن مين؟ عن كل من في رعايتك. أقسم بالله لتسألن يوم تكون الأعطيات هن والمسؤول موقوف بين أيديهن إما إلى نار وإما إلى جنة. إذن هي إيه؟ هي تكليف وليس إيه؟ تشريف. يذهب الناس وتبقى الأعمال توزن عليهم أو لهم. إما عملك أن يحسب لك أو يحسب إيه؟ عليك. فعليك يا حبيبي أن تعلم أنك راجع لمين؟ لله. وكل راجع موقوف أمام من؟ أمام الله. وكل موقوف مسؤول. من السائل؟ السائل هو الله. فعلينا جميعا أن نعد للسؤل جوابا كما فعل مين؟ سيدنا عمر كان يقول زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الآن إن شاء الله نبدأ في المحاورة. والحوار في الإسلام له آداب وله احترام. الحوار في الإسلام له آداب وله إيه؟ على أن الخلاف في الرأي، خلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. قولك أنت لا تلزم به غيرك، تمام كده؟ وغيرك أيضا إيه؟ لا يلزمك بقوله. نتسع إيه؟ يعني نوسع إيه؟ صدورنا كده إيه؟ لأنفسنا كده ونسمع إن شاء الله. هنبدأ بمين؟ مع إن ما بحبش أتكلم في الموت خالص، ما بحبش أتكلم عن الناس تمام. طب احنا يا مستر ما بنتكلم عن الصحابة والرسول الصحابة حاجة ثانية تمام. أنا الكلام مش مجال. المهم يا شباب هنتكلم إن شاء الله، لكن نتكلم عن الناس اللي ماتت باحترام وأدب. باحترام إيه؟ كل واحد قد عمل وراح لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. كل واحد له رهين عمل. كل نفس بما كسبت رهينة. يعني ايه رهينة يا شباب؟ يعني محبوسة بعملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عايزين هذا يا شباب. نبدأ بالميسر. نبدأ نتكلم براحتنا. تمام. حد يبص يا بابا. احنا قلنا الحوار تمام. ولا شيء. ممكن نخصص عليه على الثالث، بس في الأول والآخر وغرض حسب مصر للمميزات والعيوب. أنت وجهة نظرك العيوب أكتر، أنا وجهة نظري المميزات أكتر. دي حاجة منها. جمال عبد الناصر نفسه مش فكره اللي أثر في فكره أكتر من حاجة. يعني تربيته لوحدها قول من مكان لمكان. صغره والده كان بيتدخل دايما، فكان هو دايما في كل مكان ثقافته أثرت عليه. واكثر حاجه تعتبر اثرت في ثقافه جمال عبد الناصر حرب فلسطين 1948. جمال عبد الناصر كان قائد فرقه من الجنود كانت في الفلوجه. الفرقه دي اتهزمت، اتقتل كتير جدا من جنودها، لدرجه عبد الناصر اصلا كان بيقول كنا كل يوم نشوف ناس في الميت. فضلت صمت زي ما بين الجيش المصري الصامت حرب 48 وطبعا اخر جيش عربي اتهزم. وقت الجيش العربي الحرب دي بس. جمال عبد الناصر لما رجع لا ان بدا النظام الملكي يختلف. الاعيان هم اللي بداوا يمسكوا البلد، راس المال هو اللي بيسيطر على السلطه، المستوى موجوده، فساد، كل انواع الفساد كانت موجوده في البلد. جمال عبد الناصر عمل تنظيم لا يظن عشان تنظيم ضباط الاعصاب. التنظيم ده بدا من بعد حرب 48، يعني بدايات كانت في حرب 1949. في اعضاء كتير جدا مش هنقدر نفسهم بعد حقيقي. بقول لك يا شيخ يا حبيبي، يعني انت اول نقطه تتكلم عليها نقول جمال نشيط ونشأة كويس تمام، وتعلم من كل مرحله في حياته ماشي تمام. اول حاجه يا شباب اكتب عندك كده هو ايه؟ تعلم من كل مرحله في حياته، وحياته كان كلها مخاطر. وشارك في حرب ايه؟ تمام. كانت حرب بها مخاطر. مش حاجات عشان تعرفها. ده اول جزئيه.
الثانيه ما كانش عارف بالظبط دول ايه. ما هو بص ده واقف انا مش عارف اصور مغطى الشوك فيه. تعالى يا عبد الله ده حد عشان نصور الشيء كتير هو بيتكلم. ارجع ورا ارجع ورا انت كتير. ايوه ما تتعدوش المكان ما تتعدوش. فاهم؟ يعني هو ده عن الاشتراكيه والاشتراكيه دي كان مبدا بعيد عن الدين بتاعنا جدا. هو يوم 23 يوليو الثوره او الانقلاب. محدش قتل مين لما بيحصل في القناه العسكريه ولا بتحصل في افريقيا ومصر. اولا الثوره شو اللي مات الاسباب اللي القضاء على الاقطاع وده اللي اتحقق ان كبار الاقطاعيين كل واحد فيهم بقى ليه 200 فدان. تمام. لكن هل بيجي فيه طيب بعد كده ولا لا؟ ده السؤال. جه بعد الطيب فعلا لما مسك عمل الافتتاح الاقتصادي ايامه هو نفسه. خلاص يا ابني القضاء على الاستعمار اتحقق بجلاء بريطانيا عن مصر سنه 1954. تمام. إقامة حالة الديمقراطية سليمة بس ده ما اتحققش إلا بعد يبقى ده من أهداف الثورة. والقضاء على سيطرة رأس الملعب تأمين الأعيان وشوية كل دول ثرواتهم في قبضة الجمهورية. إقامة جيش وطني قوي لأن بعد اللي عبد الناصر نفسه شاف حرب 48 والأسلحة الفاسدة اللي كان الجيش بيحارب بيها لازم طبعا لأنه عسكري يحاول يقوي فيه. إقامة عدالة اجتماعية وبعضها اتحقق بقوانين يوليو الاشتراكية. حرب 48 كان أجوان عارف أجوان بعد ثورة يوليو محمد نجيب مسك رئيس الجمهورية. هو كان يعتبر غطاء بس لأنه كان بعد ما جه الحرب 48 اترقى اللواء وأغلب الشعب مختلف معاه. هو كان رتبته لواء أصلا لأنه هو خرج من كلية الحقوق والتحق في الكلية العسكرية. بعدين فضل يترقى في الرتب لحد ما وصل للواء وهو كان قائد تنظيم الضباط الأحرار بما أنه هو أكبر سن وأكبر رتبة في الوقت ده. بس هو زي ما صاحبك قال كان غطاء فعلا. هو كان غطاء ملوش علاقة لأن كل الضباط الأحرار كانوا ضده. هو الأول كان ماسك وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي مع إن هو رئيس الجمهورية. عبد الناصر أجبره إن هو يتنازل عن وزارة الدفاع لعبد الحكيم عامر ورقى عبد الحكيم عامر والبسفة ساعتها الرائد لمشير. لأن هو كان المفروض الضباط الأحرار يمسك كل حاجة في البلد بما إن هم اللي كانوا عاملين الثورة الانقلاب. المهم بعد لما مسكوا اجبروه مسك كان نظام ملكي فاسد. هو ده نظام ملكي فاسد. النظام الملكي ليه عيوبه زي ما هو قال. كل نظام ليه عيوبه وليه مساوئ. هو كان في نهايته ملوش اي ميزه. لا خلاص طب هي النظام الملكي كان ايامها كان الجنيه اغلى من الدولار. ده حاجه ثانيه دي. طب كان الخير رايح لمين طيب؟ الخير كان رايح لمين؟ كان الصدقه كان الخير رايح لمين؟ كان كل راح للملوك طيب بلاش خلاص كده ما دوت فاهم. لحظه نسمع كلمه كمل انا اسمع بس هو يرد عليك بقى زي ما انت قلت بعد حرب النقطة الاقتصادية ماشي كان الاقتصاد كان قوي جدا 100 لكن كان لمين؟ كل الخير كان راح للملوك. كان الشعب المسيح ايام عبد الناصر برضه كان الشعب مثلا بقى كلهم ملوك برضه كان فيهم الغلابه والفقراء. كان عبد الناصر كان المجتمع السياسي ان اللي يعرضه المفروض ما يبقاش قدامه زي ما عمل مع عبد الحكيم عامر عبد محمد نجيب الاخوان مع ان الاخوان كانوا مؤيدين الثوره الشيوعيه. الاخوان في نقطة الإخوان ما بدأش يعتقل ويسجن في حالة غير بعد محاولة اغتياله في 1924 كمل 1900 يكمل هو يكمل محاولة اغتيال عبد الناصر 26 أكتوبر 1954 من قبل محمود عبد اللطيف أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. ضرب عليه 8 طلقات في منشية ناصر. 8 طلقات وما ماتش شاكر. 8 طلقات وما ماتش شاكر. ده لو انت ب7 ارواح كان فاضل لها روح وتموت. لحظة
اتفضل يا شيخ. مش جماعة الإخوان اللي بيبقى مثلا بيكتب على وش الإخوان أو على ظهره أو على رجله الإخوان أو كده. الإخوان كانوا أصلا الناس اللي عملوا جمال عبد الناصر عشان يطلع إيه؟ هم مش هيختاروه عشان حاجة، مش هيختاروه عشان هم عايزين، ده هم أصلا اللي جايبينه هم اللي جايبينه. أقول لك حاجة تاني حاجة، ده هو فعلا جه عشان يقاوم النظام خلال سنة 67 جاي أسلحة بقى وأنت جاي ينصر في سنة 67. مع ان اصلا ابتدى يحتقل وابتدى يبوظ في الاخوان لان هو كان سياسته زي محمد علي عايز تيجي يشيل كل حاجه من الحكم ويبقى هو اللي يمسك عشان ما فيش اي سياسه عرض عشان ما فيش حد يطلع يتكلم عليه. بس في فرق بين محمد علي وعمر عبد الناصر. رد عليه اقول لك بقى حاجه. جمال عبد الناصر راح وباع الموش. جمال عبد الناصر راح وباع الموش. بايع الموش. طب ما جمال عبد الناصر راح بايع الموش للبيع. محمد علي عامل حاجه نفسها جه اول ما لقى عشان حد يمسك الشعب حد يعمل الشعب جاب الامراء المماليك اللي هو بعد ما حاربوا خلاهم على المحافظات وكده. محمد علي مسك المماليك. انت ما بتذاكرش التاريخ بتاعك السنه دي ولا ايه؟ مين لما جم قال لهم مين اكتر ناس يمسكوا مين اللي عارفه النظام يمسكوا اللي هم زي المحافظين دلوقتي يمسكوا على البلد والناس الثانيه اللي محمد علي عمل لهم الحفله وحمل كده. ده اللي عمل جمال عبد الناصر قضى على الاخوان وقضى على اي حاجه وانت النظام اصلا لمصر عشان مش عايزين اللي هو الاشتراكيه. انت جاي عايز ايه؟ انت عارف الاشتراكيه لو انت ما تقولش انت جاي عايز ايه؟ انت الاشتراكيه لو كانت اتطبقت في مصر كانش حل بقى نفس حل. لو بصيت للثوره الشيوعيه اللي حصلت في روسيا ايوه لحظه الشيوعيه ولا شيء. لو عبد الناصر عمل هو واخد افكار من الشركيه ومش معتبر عاد السوفيت. طب احنا دولة مسلمة. هو لو عمل زي ما الثوره الشيوعيه عملت في روسيا هو سكت. الثوره الشيوعيه كانت بتكتب اللي معارض بس يتعرف انه معارض او يعمل اي حاجه في الجيش. عبد الناصر يعمل ربنا لما بيعتقد بس. خلاص كده ولا لسه معاك حاجه ثانيه؟ خلاص كده معاك حاجه ثانيه شيء اصبر ولا هذا ايه هو عبد الناصر بعد ما خلص عمل الصحافه الجزائر اصلاح الزراعي عمل السد العالي اصلاح 920,000 فدان تحويل نص مليون فدان من ري الحياض للري الدافئ. عمل بحيره ناصر تعتبر اكبر بحيره صناعيه في العالم. وعمل قانون اصلاح الزراعي القطاعيين وده الناس اللي كانوا شغالين عندهم بدنيين. عمل من 3-5 فدان لكل اسره. الصناعه والاقتصاد تعميم البنوك الخاصه والاجنبيه اللي كانت شغاله في مصر واللي كانت هي برضه اللي مستوليه انشاء اكثر من 3600 مصنع. زياده قيمه الانتاج الصناعي اللي هو كان بيتكلم عليه في النظام الملكي من سنه 52 كان الانتاج الصناعي المصري 314 مليون جنيه خلاه 1140 مليون في سنه 1965. خلاه 1000 كان في نقطه سنه 1635 في 1970 عمل مصانع النصر السيارات. الانجازات السياسيه هي فين؟ امن القناه اللي بسببها حصل العدوان الثلاثي على مصر. عمل الوحده المصريه السوريه اللي انفك. عمل منظمه عدم الحياد مع ناس ثانيين. عمل منظمه التعاون الاسلامي. طلع قانون الاشتراكيه اللي كان عايز يحول مصر الاشتراكيه بس ما عرفش. الحمد لله ما عرفش. وعمل خطيه الجلاء مع بريطانيا سنه 1952 والجلاء تحقق في 1954. دعم حركات التحرر العربي اللي كان منها ثوره الجزائر اللي سبقها فرنسا تدخلت في العدوان الثلاثي. ثقافيا عمل انشاء تلفزيون مصر، انشاء جريده الجمهوريه، عمل معرض الكتاب الدولي. هم اللي مضيعيننا دلوقتي. عمل التعليم المجاني في كل مراحل التعليم. عمرانيه استاد القاهره الدولي، انشاء كورنيش النيل، انشاء برج القاهره اللي قبليه
لعبد الناصر شخصيا علشان يوقف مشروعاته الاقتصاديه. خد الفلوس عمل بيها رمز حضاري بحيث كل ما يجي يزوروا مصر يشوفوا ده مبني بالفلوس احنا اللي كنا باعتينها عشان يوقف نهضته. اللي هو بروج القاهره. بروج القاهرة. خط التوسيع العمراني كان ضمنها مدينه مصر 6 اكتوبر الشيخ زايد. الكلام ده ما تحققش لغايه لا انا بقول ده عمل هو حاجات تاريخيه عمل الدورات العامه واعاده بناء القوات المسلحه بعد ركب السبعه. او 23 يا عم ثورة دي ولا بدأت الثورة اللي هو بالضباط الأحرار بدأوا فجر 23 يوليو 1952 اللي هم بيسيطروا على كافة منشآت البلد من اللي هي الإذاعة وتلفزيون كل حاجة مؤيدة للنظام الملكي وحصرتها بقوات من الجيوش من اللي هي الجنود عشان ما تتحركش اي قوه مؤيده للنظام الملكي وتفشل الثوره. وفي نفس الوقت كان الشعب محاصرين القصر بتاع الملك فاروق ومطالبين بمطلبين: التنازل عن الحكم لابنه الرضيع احمد فؤاد الثاني والجلاء عن مصر في يوم مهله اقصاها 26 يوليو 1952. بعدين هو ما كانش قدامه غير ان هو يوافق، الجيش ضده كل حاجه ضده، مشي من البلد. دلوقتي مين اللي ماسك؟ كان الشك احمد فؤاد الثاني وهو رضيع فما ينفعش تحت مجلس الوصاية. فقام جمال عبد الناصر الغى النظام الملكي لانه نظام فاسد وعايز الكلمه في كل الشعب، وان اسس النظام الجمهوري ببيان القاه محمد انور السادات اللي هو بيوم 18 يوليو 1953 اللي هو ان يكون الرئيس محمد نجيب. بعدين جمال عبد الناصر عمل حاجه، انت بتقول هو اللي كان مؤسس، هو خلى ضباط الاحرار، هو ليه يجبر محمد نجيب بالاستقاله عن المنصب؟ ما كانش رئيس جمهوريه؟ بدا يمشي وينحاز مش هنقول للنظام الملكي، بدا يخرج عن طريق الثوره اللي كانوا هم راسمينه من سنه واحده قبل ما الثوره تنزل، لان الثوره بدا يتجهز لها وتنظيم ضباط الاحرار بدا بعد ما عبد الناصر وزملاته هم حرروا يوم هم يجروا بالاستقاله ويوضع عليه إقامة جبرية لحد موت جمال عبد الناصر. وبعدين أيام أنور السادات شالوا عليه الحراسة، وأيام محمد حسني مبارك خد حريته كاملة لحد ما مات 1983. تمام. المهم نكمل بعد كده. المهم هو بعد ما أجبروه في الاستقالة في نوفمبر 1954 يعني هو بس كمل بس بعد كده سيبك محمد نجيب حاجة ثانية. 1954 المهم مسك جمال عبد الناصر بعدين مسك جمال عبد الناصر وبعدين سلبياته اولا حصل حرب دخل فيها وانتصر من اول قريه الفلوجه 1948 لحد نكسه 67. قريه الفلوجه كان عبد الناصر هو قائد الجيش، كان قائد الكتيبه اللي رايحه الحرب، كان قائد الكتيبه اللي كانت في قريه الفلوجه، هو كان قائد الكتيبه اللي كان الجيش الاسرائيلي بعد المده اللي مجلس الامن فرضها على الدول العربيه في الحرب لازم يوافق والا كانت القوات الدوليه تختلف. خلاص هو سبب سؤال ثاني بعد كده. ماشي. حرب 56 دي هتقول لي لا تضغط على امريكا والاتحاد السوفيتي كانت في عز الاتحاد في عز الحرب البارده اللي كان بين الاتحاد السوفيتي وامريكا. امريكا رفضت العدوان ده على مصر، الاتحاد السوفيتي ندد بيه وهدد بداره باريس ولندن وتل ابيب باستلاح النووي. ليه؟ لما عارف يعني ايه الاتحاد السوفيتي وامريكا الاثنين اتفقوا على رأي يعني ده ما في دي ما بتحصلش. إسرائيل ظهرها أمريكا ولا بريطانيا؟ لا أمريكا. إسرائيل في أمريكا. بريطانيا ساعتها سقطت الجزء. استحالة إسرائيل يعني أمريكا تقول يمين وإسرائيل تقول شمال، ده من يوم 48. يعني دلوقتي إسرائيل هي اللي بقت تقول شمال.
تلاقيش الاثنين لا دلوقتي هي لا ازاي؟ خلاص يا سلمان. المهم كان سلمان ايه؟ يعني لا سهل اللي قدامك يعني في اسرائيل امريكا كانت بتساعد اسرائيل بريطانيا فرنسا هتيجي تقول لي الجيش اللي قضى على الاردن شو لك انا ما قلتش الجيش اللي على نفسه اللي قضى على الاردن الثلاثي المقاومه الشعبيه اكيد اقول لك بقى كمل العدوان الثلاثي بدأ ليه؟ إسرائيل إسرائيل كانت خايفة من تقوية الجيش المصري لأن هو كان يعتبر العقبة الوحيدة ليها. اللي كان عبد الناصر بيعمله اشتري اسلحه استراتيجيه ودبابات المهم فرنسا كانت يعني مش موافقة على نظام جمال عبد الناصر لموافقته للثورة الجزائرية. انجلترا ما كانتش موافقة على تأمين قناة السويس. فبالتالي الثلاثة اتفقوا انهم يهاجموا على مصر ويسيطروا على قناة السويس. وبالتالي خلوا الجيش المصري يروح للفناء ويدمروا ويجيبوا إبادة كاملة. المهم بدأت إسرائيل تحركها كل طرف كان ليها إسرائيل كانت هدفها سينا بعدين ضربت من سينا فبالتالي الجيش المصري لازم يخش ونزلت فرنسا وانجلترا من ناحية بورسعيد. بدأت من يا ابني لا تقص علينا الواقع، انت قلت تعليقاتك على الحاجه، احنا كل التاريخ ده احنا عارفين تمام. انت قول التعليق. ايوه عايز تقول ايه بس. الجيش المصري المقاومه الشعبيه في بورسعيد كان انجلترا وفرنسا ابادوه اباده كامله سينا. تمام يعني المقاومه اللي ايه رجعت ثلاث قوات للنصر. كان زمان دلوقتي قناه السويس تحت ايديه زي ما انت قلت امريكا والاتحاد السوفيتي يعني الحل انت امريكا والاتحاد السوفيتي هدت مره ثانيه في التاريخ، هي تقريبا مرتين بس انت مشهور مره ثانيه في التاريخ اللي امريكا والاتحاد السوفيتي اتفقوا على راي واحد بس الجغرافيا قوتين عظمى مفيش اديك انت عرض ماشي اللي ده العرض الاتحاد السوفيتي هدد بضرب ايوه ده اللي قريب وباريس السلاح ده ايوه هو هدد ليه؟ نتيجه لشهاده عبد الناصر حرب البدر. طيب في حاجه لان انا مع امريكا وعمل في حاجه ثانيه اتكلم عن حرب اليمن. ماشي حرب 67 اللي هو كان قبلها هي حرب كانت ولا كانت ايه؟ نعم كانت حرب هي حرب هي نفس ده اسم مجمل ليها بيجمل هزيمتنا لم نحارب فيه. لا احنا اتحاربنا وضربنا على الارض. ضربنا على الارض انت اتحرفت لكن انت حرفت. لا انت حرفت خلاص ده كان فساد. حرب 67 ضربوا كان جيوشنا بسم الله ما شاء الله كانت قبل الحرب بيوم كانوا نايمين وبيسمعوا حفلات ام كلثوم وعبد الحليم حافظ ونايمين في العسل بقى. يعني كان في فساد القياده فساد في القياده ماشي. في حاجه ثانيه ضربنا ودمر جيشنا. بعدين جمال عبد الناصر كان هيبدا يبني الجيش المصري من الاول ويبني وساعتها احنا ما كانش عندنا دفاع جوي. ما كانش عندنا قوه دفاع جوي لان كانت انظمه الانذار المبكر انظمه الدفاع الجوي كانتش لسه موجوده الا عند روسيا والاتحاد السوفيتي. امريكا والاتحاد السوفيتي امريكا كانت بعت عقوده لاسرائيل. اذا فاحنا ما كانش بعد اذا بص في سلبيات في القياده العسكريه صح كده؟ ده في سلبيات في الاقتصاد والاموال. وكان السلبيات في الاقتصاد ايوه واحد ان مثلا الجنيه كان ايام الملك فاروق كان اغلى من الدولار. كان الجنيه ب $4. دلوقتي ايام جمال عبد الناصر بقى الجنيه وكان الدولار دلوقتي. طب والمصانع اللي عملها ده الشيخ ولا لا ما هو طبعا يعني مش عمل نظر. مصانع. طيب تمام. طب لحظه في كان سلبيات اجتماعيه يعني في المجتمع بتاعنا اصبح فيه تغيرات ولا كان في حاجات كويسه؟ اجتماعيا يعني خلينا يعني هو بيتكلم على الاقتصاد. امريكا بقت القوه الصناعيه رقم 1 في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه. هي اللي كانت هي لانها بعد دخولها الحرب هي كانت بدايه بريطانيا كانت بدايه فرنسا كانت بدايه كل دول الحلفاء اللي كانت داخله. انا بقى في النواحي الاجتماعيه والنواحي الدينيه تمام كده؟ ايه تعليق في النواحي زي ما انت عايز. اولا هو الجنيه كان $4 ايام قبل حرب اليمن.
انا من يومين واحد مات قال طلع اخواني فاضي. خلاص يا خلال النظام العسكري كله اللي هو سواء جمال عبد الناصر انور السادات خلينا في جمال العسكري كله سواء جمال عبد الناصر في حاجه اسمها بوليس السر بوليس السر كان اي حاجه كانت تختلف في الكاس او قبل الثلاثه كان بيتاخد ومنهم النظام ده ايوه الناس هتتاخد بعدين انشأ امن الدوله برضه كان بياخد اي حاجه انشأ في ايه ان الاخوان لما جم فكروا يعرضوا اساس مثلا جمال عبد الناصر لان هو جم هم يعني كان حكما بالتسويه. ايوه خلاص كده دي حاجه ثانيه خالص. او لا انا تبعنا قول زمايلك. ايوه قول تمام. احنا بقى عملنا كعلماء ظاهره ان احنا ناخد النظام دوت بعيوبه ونشيل العيوب اللي فيه فتح الله عليك. هو صح ده. وكل حاجه فيها ايه؟ فيها ميزه وفيها عيب، صح؟ انت كمسلم تاخد ايه؟ وتسيب ايه؟ لكن هو بياخد العيب ويسيبوا الميزه. كان بياخد العيب ويسيبوا ايه يا شباب؟ ارد بقى على الشاب بصوا يا شباب ان شاء الله هنرفع الجلسه على امل ان شاء الله دي نتقابل مره ثانيه اخرى بكره او يوم الاحد القادم ان شاء الله. عشان بس ارد عليك من ثاني بص لا هو انت بتنتقد العسكري لابد وان يكون للدوله سيف يحميها. تمام كده؟ ايه يا عم ده لا مش الحريه مش الحريه كده كده تمام. يعني بس شويه مش يعني هيلاقي ناس القضاء كانت تبع النظام الملكي وفي جيش تبع النظام الملكي وفي الشعب تبع النظام الملكي. هو كان محتاج يشيل كل ده عشان يتم نظام جمهوري. انا اي نعم اتعارض مع عبد الناصر في اللي عمله اعتقل بزياده. طب ثواني بس بدايه الفساد نظام الجمهوري زياده. هو كان بص يا حبيبي الاعتقالات بقى على اللي عايز يزيد النظام على الملكيين. لا ان شاء الله بقى نلتقي في بس يا شباب
احنا قلنا يا جماعه اللهم